ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل طريقه السمك المشوي في البيت. آه، بكل سهوله وبحب. وان شاء الله يطلع معاكم حلو جدا وجميل. مش القصد طبعا ان احنا نطلع عين الستات يعني، بس لو في واحده بمزاجها وهي عايزه تعمل السمك في البيت وهي حابه الموضوع، فدي طريقه بصراحه معتمده بسنين يعني. اول حاجه هنعمل خلطه السمك العاديه اللي احنا بنعملها في السمك بكل انواعه، مقلي مشوي اي حاجه، اللي هو الثوم والفلفل الاخضر حامي وبارد على حسب اللي انتوا عايزينه، وشويه كرفس وملح وكمون وبهارات سمك. وننضف السمك كويس. السمك المشوي بنفتح بطنه يعني بننضف بطنه بس. وهنجيب غير الخلطه هنجيب الحاجات ديت، هنجيب قوطه وبصلايه كبيره وكرفس، مش خيار، الخيار ده للسلطه، وفلفل. احنا كده هيبقى معانا خلطة السمك الأساسية اللي هي الثوم والفلفل، والخلطة التانية اللي احنا نحطها يعني حشوة في قلب السمكية. ماشي. وردة ناعمة بنجيبها من اللي هو بتاع العلافة وكده، والسمك. ماشي. أول حاجة خالص هنحشي، أول حشوة خالص هنحشي اللي هي الخضرة دي، وبعدين التانية اللي هي الخضار المشكل. واللي هيتبقى من الاتنين هنحطهم على بعض ونزودهم شوية مية بملح بكمون وليمون وخل، وهنستناهم يعني الطبق دوت هنشيله في الاخر خالص، هنحطه على وش السمك بعد ما يطلع مشوي. زي ما هتشوفوا بقى هنا كده. احنا اول حاجة نفتح السمكية بعد طبعا بتنضفها كويس، بنحط الخلطة الأساسية اللي هي بتاعة المقلي والمشوي اللي هي العادية، وبعدين الحشوة بقى اللي احنا زي ما اتفقنا قلنا بصل وفلفل وبهارات، بهارات ايه، كمون وبهارات سمك وملح بس، يا اما ملح وكمون بس، وليمون طبعا وخل وكرفس. كرفس بيودي السمك في حتة تانية. هي الحشوة الأولانية ال- الخلطة، وبعدين الحشو. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها بالطريقة ديت، وبعدين هنحط السمك في الفرن. يعني هي الأول حاجة ان احنا بنحشيه، وبعد كده بنعمله في الردة وش وظهر. وموضوع الردة ده سهل جدا يعني، اسهل ما بنحط البانيه في بقسماط وكده. على فكرة الحشوة دي طعمها بعد ما بيستوي مع الرز بتبقى جنان. بالظبط كده، بنحط السمك في الردة من ناحيتين وخلاص على كده. بيكون هو القشر بتاعه موجود، هو ده اللي بيحميه شوية، او هو دوت اللي بيتشوي. ف غير المقلي بيكون منضفينه كل حاجة، يعني القشر اللي بره والشوك وكل الحاجات دي، انما المشوي بيكون مفتوح بطنه بس. هنا هنحطه في الفرن. الفرن اللي هي الصاجة الأساسية بتاعة الفرن البوتاجاز العادي بتاعنا، بياخد حوالي ربع ساعة، وبعدين نقلبه على الوش التاني. شايفين شكله عامل ازاي؟ يعني ده كده اخد وش الاول اللي هو الاولاني واتقلب بقلب، ده الوش التاني بتاعه. هنطلعه بقى من الفرن وهو لسه سخن. الطبق اللي احنا قلنا عليه من شوية، بقية الحشوة على بقية الخلطة، على ملح وكمون وليمون وخل وشوية مية صغيرين. بصراحة بيكون رائع يعني، مش قادرة اقول لكم على حلاوته عاملة ازاي. جربوه ان شاء الله يعجبكم. طبعا الطريقة ديت الناس بتوع زمان عارفينها. اه يا جماعة، اللي بيتابعني وعاجبه الموضوع يعني، وعاجبه الطريقة بتاعتي وكده، اشتركوا في القناة، عشان اكتر من نص اللي بيتفرجوا هم مش مشتركين اصلا. بس وبألف هنا وشفا على قلوبكم، يا رب يعجبكم. ولو حد نفذ قولولي يعني، اعملوا لي كومنت بقى، احنا على فكرة عملنا السمك بطريقة حلوة الكلام ده.